السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير صحة والعافية. اليوم أسوي وياكم كليشة عراقية رملية هشة وبيضة. المقادير اكتبها بصندوق الوصف باليوتيوب، ولا تنسون لايك للفيديو، لايكاتكم ترفع الفيديو تشجعني أنزل فيديوهات أكثر. واللي يتابعني بالتيك توك راح أنشرها مقطعين، لأن فيديو طويل ما ينزل مقطع واحد، فراح أسويها الجزء الأول والجزء الثاني. نشوف المقادير وطريقة العمل ونقول بسم الله. أنا اليوم سويت كمية، سويت 4 كيلوات، راح أكتب كيلو واحد هم بصندوق الوصف باليوتيوب. أحتاج 4 كيلوات طحين صفر، قستها بالأكواب القياسية طلع 24 كوب. واحتاج ملعقتين هيل مطحون، ملعقة من الخميرة، ملعقة ونص من الملح، وثلاثة ظرف بيكنج باودر، كل ظرف بيها 10 غرام. وهنا عندي كوب سكر وكوب لبن خاثر، واللبن اختياري، اللي يحب يضيف اللي ما يحب عادي. وهنا عندي سمنة 8 كوب من السمنة، واحتاج المي، واحتاج حليب الباودر. كل كيلو طحين يحتاج ملعقتين حليب باودر. هنا ضفت 8 ملعقة من حليب الباودر. والمي تقريبا احتاجت 6 أكواب، أو حسب نوعية الطحين، مرات نحتاج أقل مرات أكثر. هنا ضفت الحليب وضفت الهيل، تقدرون تضيفون حوايج الكليتشة أو الهيل حسب الرغبة، ايش تحبون تقدرون تضيفون. هنا ضفت السكر، وضفت وياهن الملح والخميرة، وهنا ضفت البيكنج باودر. شوية أخلطها وأضيف السمنة. تقدرون بدال السمنة تستعملون زبدة، أنا قبل مسويتها، موجودة الطريقة أكثر من مرة ناشرتها باليوتيوب قناتي. وبالزيت هم يصير، تقدرون تستعملون الزيت هم، بس طريقة الزيت تختلف، موجودة هم بقناتي. شوي بيها لبن أكثر، لبن الخاثر شوي بيها أكثر حتى ما يصير يابسة. هنا ضفت السمنة، ألابس الطحين ويا السمنة، كل حبات الطحين حتى يتشرب السمنة. هاي الطريقة. طبعا مقادير كيلو واحد هم راح اكتبها بصندوق الوصف. اكيد هسه البنات يسألوني، دائما انشر الكليتشة، ودائما بنات يريدون طريقة الكليتشة، اكثر من مرة ناشرتها هم باليوتيوب. هنا كل كمية الطحين تشرب السمنة. راح اضيف اللبن الخاتر، طبعا اختياري، اللي يحب يضيف، اللي ما يحب عادي لا يضيفها. أنا مرات اضيف مرات ما اضيف. هنا ضفت الكوب واحد من اللبن الخاتر او الزبادي، وراح أضيف المي. طبعا المي حسب احتياج الطحين، نوعية الطحين من نوع لنوع تختلف. أنا احتاجيت 6 كوب مي، كلها قستها بالأكواب القياسية 250 ملي. أضيفها شوية شوية وأعجن، ما أضيفها مرة واحدة، لا أضيفها شوية شوية وأعجن. قوام العجينة ما يصير تكون قوية، لازم شوية تكون لينة حتى من نشكلها ما يتعبنا، لأن إذا العجينة قوية يتعب الأصابع من تفتحينها، حيل يتعب وما يصير طيبة هم. هنا أضيف شوية شوية مي وأعجن. طبعا الخميرة هنا بنات أكيد هسه يسألون ليش تضيفين الخميرة. خميرة اختياري، اللي يحب يضيف، اللي ما يحب عادي لا يضيفها. بس أنا من أكمل العجينة أخليها بس يرتاح 10 دقائق، أبدي أشتغل بيها، ما أخليها تختمر، حتى إذا اختمرت ما يأثر الخميرة، لأن هواية بيها دهن أو سمنة، فكل شي يصير هالشي. إذا تحبونها مثل الصمون قللوا السمنة، خلوا كمية أقل حتى يصير عندكم كليشة مثل الصمون. هنا عجنتها. طبعا كليشة يحتاج عجن هواية، لأن أنا هم مسوي 4 كيلوات، فيحتاج عجن هواية. أعجنها عجنة كلش زينة. وأنا ما أكمل أغطيها لبين ما أحضر الحشوة. والحشوة هم اختياري حسب الرغبة، أي حشوة تحبون تقدرون تحشون بيها. ومن هاي العجينة نقدر نسوي الخفيفي هم. أنا دائما كل ما أسوي قسم خفيفي هم من نفس العجينة. واليوم هم سويت من هاي العجينة، هم سويت خفيفي ويا الشاي، جهال يحبونها. إذا وصلتوا هنا بنات لا تنسوا لايك للفيديو، لايكاتكم ترفع الفيديو تشجعني أنزل فيديوهات أكثر. هنا كملت العجين، غطيتها وحطرت الحشوة. تقريبا خليت العجينة يرتاح فد ربع ساعة. أبدي هنا أشكلها، أخذ قطعة من العجينة أو شنقة أشنكها وأبدي أفتحها. وهنا عندي الحشوة مالت السمسم، والحشوة الجوز الهند أو المبروش، وحشوة التمر، وحشوة الحلقوم عندي، وحشوة لب الجوز.
طبعا أي حشوة تحبون تقدرون تحشون بيها، عجينة كلش حلوة كلها يرهم. هنا أبدي أفتح العجينة بهاي الطريقة، أخذت قطعة من العجينة، شنقة من العجينة أفتحها، وأي قطعة موجودة بالبيت أو قلاص أو القبغ القوري أي شي نقطعها حتى يطلع كل الكليشة حجم واحد. هنا فتحتها العجينة وقطعتها بالقطاعة أو قبغ القوري، أنا دائما أستعمل أطرافها شوية حادة. وعندي هنا الحلقوم محبوب العراقيين كلنا نحب الحلقوم، كليشة حلقوم. وعندي هنا تمر، طبعا تمر خليت وياها هيل وسمسم وخليت وياها شوية زبدة ودخلتها للميكرويف دقيقة واحدة وعجنتها. تقدرون بالطاوة شوية على النار تخلون وتعجنونها. هنا أول قطعة سويتها هاي الشكل، سويتها شكل الوردة. طبعا الحلقوم والتمر أشكلها بالسكين أو بالمقص بدون قوالب بهاي الطريقة، كلش سهلة ما ياخذ وقت، وشكلها هم كلش حلو مرتبة يطلع. شكل الورقة أو شكل الوردة أي شكل تحبون تقدرون تشكلون. تقدرون تسوونها الشكل التقليدي، تفتحون العجينة تفرشون فوقها تمر تفرونها أو تلفونها هم تقطعونها كلها يرهم. هنا قسم سويتها بالسكين بهاي الشكل، سويت بيها خطوط، وقسم سويتها بالمقص سويتها شكل الوردة. هاي هم سويتها شكل الورقة، انطيها شكل بالسكين. أخلي التمر أسويها مثل الرولة أو أصبع، أسدها كلش زين وشوية أعدلها بالإيد وانطيها هاي الشكل بالسكين. كلش سهلة. وطبعا دائما أنا أسوي الكليشة أخليها بالمجمدة، تبقى فترة بالمجمدة ما عليها شي. هاي ال4 كيلوات طحين تقريبا يطلع 8 كيلوات كليشة، ويا الحشوة يطلع 8 كيلوات كليشة. قبل كنت أشتغل، هسه حاليا ما أشتغل. هسه أكيد بناتي يسألون تقولون هل قد تسوينها وين تودينها تشتغلين؟ لا والله ما أشتغل هاي الفترة، صار فترة طويلة ما أشتغل، شوية صحتي مو زينة فالحمد لله. بس دائما من أسوي الكليشة أخليها للمجمدة، طبعا بالشهر مرة واحدة، مرات شهر ونص، مرات شهر يلا أسوي، فأخليها بالمجمدة. من نحتاج نطلعها أخليها شوية للميكروويف، مرات للفرن أو للأوفن أخليها يصير مثل الجديدة، بس شوية تحمى فد 5 دقايق أخليها عبالك جديد مسويتها يصير طعمها كلش طيبة ما عليها أي شي. بالمجمدة أنا دائما أسوي كمية أخليها للمجمدة، أكتر شي أطلعها بالريوق ويا الشاي، لأن جهالي ما ياكلون لا لبن ولا خاثر ولا بيض ولا أجبان، فدائما أطلع معون كليتشة ويا الشاي، خصوصا هسه المدارس. هنا قسم سويتها شكل الورقة وقسم سويتها شكل الوردة. بناتي إذا عندكم أي سؤال راسلونه بالتعليقات إن شاء الله أجاوب بالتعليقات. وقبل هاي الكليتشة نشرت الكيك الإسفنجية ونشرت بيتي فور، وأكثر من مرة نشرت كليتشة بالزبدة هم موجودة، بالزيت هم موجودة باليوتيوب. تابعوا قناتي على اليوتيوب مطبخ سارة البياتي، والبيج مالتي هم بالفيسبوك باسم مطبخ سارة البياتي، كلها موجودة بيها. هنا هاي النقشة هم غير بالسكين هم سويتها، انطيتها هاي الشكل، خليت التمر غلقتها كلش زين وبالسكين انطيتها هاي الشكل مثل الوردة. وهاي قطعة ثانية من العجينة افتحها نفس الشكل، ما اسويها كلش تخين ولا كلش خفيف، واقطعها دوائر، واللي طلع من الاطراف المها اشيلها مرة ثانية افتحها بالاخير من اكمل كلها اشنكها وافتحها مرة ثانية استعملها. وهنا عندي حشوة اللب الجوز، عندي لب الجوز خليتها بالكيس وكسرتها دقيتها كسرتها خلطت وياها 3 ملعقة سكر الباودر، طبعا ربع كيلو لب جوز 3 ملعقة سكر الباودر وملعقة الكوب هيل مطحون، وشكلتها بهاي الطريقة بالإيد بدون قوالب. احنا نسميها بورمة ما اعرف شو تسمونها، نبرمها بالإيد. هاي الشكل سويتها. وعندي هنا هاي السمسم، طبعا سمسم شوية حمستها وطحنتها بالطاحونة
خلطت وياها سكر الباودر، وهي الخلطت وياها هي المطحون، وشكلتها بالقوالب. هاي القوالب الخشب اللي عندي، طبعا اي قوالب موجودة بالبيت تقدرون تشكلون بيها. وعندي هنا هاي الحشوة جوز الهند او المبروش، عندي ربع كيلو جوز الهند او المبروش، خلطت وياها 3 ملعقة من السكر الباودر، طبعا كمية السكر الباودر حسب الرغبة، وخلطت وياها هي المطحون. تقدرون تستعملون بدال السكر حليب المكثف المحلى، يصير طعمها كلش طيب، بس احنا بالبيت جهالي ما يحبون الحليب المكثف، فخلوا وياها السكر حسب الرغبة. هم المبروش هم شكلتها بهاي الطريقة بالقوالب. اخذ قطعة من العجينة واحشيها واترسها الجوز الهند او المبروش، واغلقها اخليها للقوالب، وهاي شكلها. طبعا هنا كملت تقريبا نصف كمية العجينة. شغلت الفرن من طرف اشوي من طرف اكمل البقية، ودرجة الحرارة الفرن من 200 إلى 250 اعتيادي. أنا شغلتها من الفوق والجوة. وراح أسوي خليط التلميع، أحتاج 3 حبات من البيض، تقدرون تخلون وياها فانيلا سائلة أو خل أبيض حسب الرغبة للنكهة أو زفرة البيض. هنا خليت وياها، أنا دائما أحب أخلي وياها شوية قهوة سريع الذوبان، خليت رشة خفيفة وخليت ملعقة من الخل أبيض على مود زفرة البيض، وخلطتها كلش زين. تقدرون تضيفون بدالها فانيلا سائلة هم عادي، وبالفرشة امسح مسحة خفيفة ودخلها للفرن. طبعا الفرن حار، مشغلتها من فوق وجوا. دخلها بالرف الوسط، ما تاخذ وقت حسب نوعية الفرن، تقريبا من 10 إلى 12 دقيقة تستوي. نظل نراقبها، والبقية أكملها بنفس الطريقة. وهنا بالنص تقدرون تخلون شوية سمسم أو الوردات اللي سويناها، قسم خليت بيهن تمر وقسم خليت بيهن حلقوم وقسم ما خليت بيها شوية سمسم أو شوية فستق الأخضر حسب الرغبة. هنا أدخلها للفرن طبعا برف الوسط. هنا استوت ما شاء الله، شكلها يشهي، ريحتها ترست البيت. وخلي الصينية الثانية هم نفس الطريقة، خليها بالرف الوسط ومن فوق وجوا. وهاي هم صينية ثانية هم استوت. طبعا لبين ما تستوي اني ارجع اكمل البقية. طبعا كليجة تاخذ وقت. وهاي هم افتحها نفس الطريقة، اسويها خفيفة. افتح العجينة، وعندي هاي القبق القوري او القطاعة اذا موجودة عندكم او اي قلاص، اسويها دوائر. اذا عندكم قطاعة قلب او الورد، انا دائما مرات اسوي بيهن مرات ما اسوي بس الدائرية. اي قطعة موجودة عندكم بالبيت تقدرون تستعملونها تشكلون بيها. هنا بتشطل شوية انطيها شكل، والمعها بالبيض بالفرشة، وخليلها سمسم والحبة السوداء او حب البركة طبعا حسب الرغبة، ينطيها طعم وهم شكل حلو يصير. ودخلها للفرن. وهنا كملتها تقريبا اخذت 5 ساعات، يعني على كيفي سويتها. ما شاء الله صارت كمية خير من الله، الحمد لله. هنا هاي شكلها ما شاء الله، شكلها حلو، طعمها هم كلش طيب. جربوها وألف عافية، وسهمنا وسهمكم العافية. كليجة عراقية هشة وبيضة، ويا كاسة شاي أو ويا كاسة الحليب أو ويا القهوة كلش طيبة. جربوها وألف عافية. وصلنا لنهاية الفيديو، انتظروني فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.